السلام عليكم. من أول ما الإنسان بيعرف يتكلم بيكذب، الطفل بيكذب، الست بتكذب، الراجل بيكذب، الحكومة ده حتى القطة يعني بتاكل وتنكر. ولكن الكذب ده انحراف أخلاقي ولا سلوك نفسي؟ علم النفس بيقول إن الكذب مش بس حاجة غلط، ده وظيفة نفسية أساسية بتخدم حاجات معينة عندنا. بنكذب علشان بنحمي نفسنا، أو علشان ناخد اللي مش لينا، أو بنكذب علشان نبان أحسن، أو ببساطة علشان متعودين. في دراسة لجامعة ماساتشوستس اكتشفوا إن 60% من الناس بيكذبوا على الأقل مرة واحدة خلال أول 10 دقايق من أي حوار جديد. يعني لو أنت لسه بتتكلم مع حد جديد دلوقتي، غالبا واحد فيكم بيكذب. الكذابين أنواع، في كذاب محترف، وفي كذاب هاوي، وفي كذاب مريض. هصنفهم لك. عندك الكذاب الاجتماعي، وده اللي بيقعد فترة مثلا مش بيكلمك، أول ما تقابله يقولك أنا كنت لسه هكلمك. فده بيكذب علشان يعيش، بيجامل وبيزوق في الكلام وبيلف وبيدور. وفي الكذاب الدفاعي، وده بيكذب علشان ما يتفضحش، زي الطفل اللي بيكسر الكوبايه ويقول القطه هي اللي كسرتها، او الكوبايه وقعت لوحدها. وفي الكذاب التخيلي، خصوصا في الاطفال، يعني بيعيش في خيال بس مش مدرك انه بيكذب، فبيتحول لسلوك مع الوقت. وفي الكذاب المرضي، وده بيكذب من غير سبب وبيصدق كذبه، وغالبا بيبقى عنده اضطراب في الشخصية. وفي الكذاب القهري، وده بيكذب حتى لو مفيش لازمة من الكذب، حتى لو مش هيجي من وراه فايدة. يعني سأله تقول له انت اكلت، يقول لك اه، وهو صايم اصلا. كذب بلا هدف. طيب ازاي بنصدق الكذب ومش بنفرق بينه وبين الحقيقة؟ الحقيقة احنا هنا بنصدق الكذاب مش علشان هو شاطر، ولكن علشان احنا عايزين نصدق. احنا بنحب القصص، بنحب نحس بالامان، بنرتاح للكلام اللي بيطبطب. يعني لو حد كذب علينا بطريقة فيها لمسة صدق، احنا بنسيب دماغنا تشتري الكذبة بالأقساط. وده اسمه في علم النفس truth base، الانحياز للتصديق. يعني مخك مبرمج يصدق لأن الشك دايما بيكون متعب. لما بتكذب بيشتغل جزء في المخ، الجزء المسؤول عن اتخاذ القرار والضبط. وبيحصل صراع بين 3 حاجات مهمين: الحقيقة اللي جواك، والكذبة اللي انت بتقولها، وشعور الذنب او التوتر. لو عندك ضمير هتتوتر، لو مفيش ضمير هترتاح، ولو اتعودت هتبقى محترف. واحد يجي يسألني ويقول لي لو عايز اكشف الشخص الكذاب اعملها ازاي؟ علشان اقول لك اعمل اشتراك الاول. بيزنس از بيزنس. في طرق فعلا ممكن من خلالها تعرف ان الشخص اللي قدامك كذاب، ولكن ده في حالة ان الشخص كذاب عادي. وحط خط تحت كلمة عادي. الكذاب العادي مثلا بيكرر الكلام كتير، بيرد ببطء، بيفكر ان هو يكذب ازاي، يعني مش بيبص في عينك او بيبالغ في انه يبص لك. صوته بيتغير، يقول لك كلمة بصراحة كتير، وده غالبا عكس اللي هيقوله. انما الكذاب المحترف بيكذب بمنتهى السهولة واليسر، ومن الصعب جدا انك تقفشه. ودي حاجة محدش يعرف يعملها غير انا وكام واحد من زمايلي العلماء. واحد تاني بيسألني ويقول لي بالنسبة للكذب في العلاقات وضعه ايه؟ احب اقول له ان 80% من العلاقات غالبا قايمة على الكذب. يعني جملة زي انا مش زي اي حد، دي كذبة. انا اللي هعوضك عن كل اللي فات، كذبة. انا مش زي اللي قبلي، كذبة بطبقات متعددة. ولكن الكذب هنا بيبقى ليه وظيفة، زي انقاذ العلاقة او السيطرة على العلاقة، او خلق صورة مثالية عن النفس. بس لو عايز الحقيقة، فالكذب في العلاقات بيهز الثقة، واي علاقة ما فيهاش ثقة بتبقى عبارة عن مسلسل هندي اوفر ما بينتهيش. يطلع لي واحد تاني ويسألني سؤال ثعباني ويقول لي هل في كذب مفيد زي الكذبة البيضاء، او ما حبيتش اقول لك علشان ما تزعلش، او كذبت عليك علشان بحبك؟ فهنا علم النفس الاخلاقي بيقولك لو الكذب بيحمي مشاعر شخص بدون ضرر حقيقي، ممكن يعتبر نوع من انواع الذكاء الاجتماعي. ولكن المشكلة هنا ان الكذب بيتحول لعادة، بيعمل حاجة اسمها erosion of trust، تآكل الثقة. وده بيبقى زيه زي السوس بالظبط، بياكل فيكم من جوه. ولذلك في الاسلام الكذب مش مجرد غلطة، ده خط احمر. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ده حتى الكذب في الهزار مكروه، لأن في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له.
يعني باختصار الدين بيبص للكذب مش كغلط شخصي، لا ده كأنه هدم للقيم وخراب للثقة، لأن المجتمع اللي بيقبل الكذب بيبقى قابل إنه ينهار. لكن في نقطة مهمة، الدين دايما بيراعي النية. يعني في الإسلام في استثناءات ضيقة جدا للكذب، زي الإصلاح بين الناس أو في الحروب أو في كلام الراجل لزوجته علشان يرضيها مش علشان يضحك عليها. فحتى في أضيق الاستثناءات الكذب مش مباح، هو مجرد رخصة للضرورة. يعني لو هتكذب تبقى عارف انك بتعمل استثناء. صديقي اللذيذ، الكذب اوقات بيبقى دفاع عن النفس، مش دايما عن قصد. اوقات بيبقى طوق نجاة لانسان مش قادر انه يواجه حقيقته. بس الحقيقة كل كذبة بنقولها بنسيب وراها فتافيت من تدمير الثقة، فاحنا بنعمل حفرة مش هنعرف نقفلها. الكذب بيغري، بيريح، بيخلي الدماغ تمشي، بس بيمشيك فيها وانت لابس قناع وبتنسى شكلك الحقيقي كان عامل ازاي. صدقني الكذب مش دايما خطيئة، بس دايما له تمن، وتمنه الحقيقي انك تمشي في الاخر وانت مش عارف انت مين. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشتراك في القناة وبس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.